دقيقة هسه يمكن جاي يسجل، حتى ناس شلون اسجل كلها بسبب غيث صباح. قلنا له كافي بس هو اصر انه يلح. هو دقيقة غيث صباح ايش دخل على موضوع المقطع؟ يقول لك القزومة تنام بصندوق الطماطة. سنعود بعد قليل. عدنا. انسوا عشوائيات البداية وخلنا نركز على عشوائيات السادس رحلة طويلة ممكن يعيشها الطالب بداية من العطلة الصيفية، يبدأ يقرأ لحد الدور الثاني، لأن أكيد واحد مثلي ما راح يدبرها ويطلع من الدور الأول. على سالفة القراية، قبل فترة ردت أشتري ملازم وسألت عن المدرسين الزينين باليوتيوب، فواحد نصحني للرياضيات بحيدر عبد الأئمة. هو أنا أول ما سمعت بيه حسبالي نبي جديد. طبعا استغفر الله، مو بعدين واحد يجيني ويقول هذا ملحد. المهم اشتريت الملازم المطلوبة وعود اقرب العطلة، وهسه راح نداوم واني بعد ما فاتح ولا ملزمة. هو مصينا والتالي راح نرفع هاشتاج ونطالب بالتعيين ونقول نريدها منك يا السوداني، ونسوي مظاهرات ونقول التعيين مطلبنا. ومن تتفوق وتنجح بحياتك الدراسية اقصى شيء ممكن تحصله هو البطانية بعز الصيف. يا اخي حرفيا هذا اللي صار قبل كم يوم، كانوا يكرمون الطلاب الاوائل من السادس والثالث ببطانية وبنص الحر. ها انت تريد تصير مهندس، هاك بطانية. وين طبيبنا المستقبلي، هاك بطانية تدفى بيها زين. وتعب والسهر ونقدر طبعا نقدر واشرق بسمه، يعني راحت هيك. والصراحه من ناحيه اشوف الدوله حقها من توقف التعيين بالتخصصات الطبيه، لان هو عدد سكان العراق 44 مليون، الى 14 مليون منها تريد تخصص طبي. يعني اذا بقينا هيك الطفل اللي يجي راح نقري مواد السادس حتى يعتمد على نفسه بالمستقبل، لان حرفيا اي واحد تشوفه بالشارع اول ما يعرف بيك سادس يقوم ينصحك بالطب وان شاء الله من المجموعه الطبيه. بس حاب اقول لك ادري هذا حياتي لو حياتك اللي جاي تحشر خشمك بيه، يعني بس اريد اعرف شنو شايفين بالتخصصات الطبية، يعني بس انطوني سبب مقنع واني كلمة رجال اذا اقتنعت راح ادمر حياتي وادخل تخصص طبي، اسنان، صيدلة، حتى تحليلات، كل شيء راح اجرع. طبعا هاي اذا طلعت معدل عود تعالوا عاتبوني. ما ادري ليش محسسيني اللي ما يطلع معدل هذا فاشل، لو هذا حياته انتهت. بعد الانسان وين ما يلقى شغفه انا متاكد 100% راح ينجح بيها اذا كان بالحياه الواقعيه او الدراسيه. هسه اني شغفي لا بالحياه ولا بالدراسه، بس اريد اصير خبز يابس واخلص من هالعيشه. العراق هو البلد الوحيد اللي ممكن تشوف مستقبلك بيها منا ل4 سنوات، واني بهالنقطه حرفيا ما جاي شاقه. جاي اشوف الخريج اللي طالب بالتعيين واللي هو اقصى حقوقه بهالبلد هو اني، يعني مستقبلا اني هو يعني اتمنى فهمتوني. اما بالنسبه لطلاب السادس القدامى اللي اول ما طلعوا من السادس قرروا يفتحون قناه وينصحون الطلاب بيها، حاب اقول لهم ليش ما نصحتوا نفسكم بنصايحكم المفيده؟ واذا انت تشوف رايك ونصيحتك مهمه فاني راح اقول لك حطها بطيزك واسكت. طالب سادس دفعه 25 فيديو تحتاج تشوفه بين قوسين بدون هراء، وطول المقطع 1.25 ساعة. على هالمقطع المفروض اقسمه على يومي على 4 مرات. ادري ايش كنت تحكي بيها، هو اني مقطع قوي راح اوصله ل4 دقائق ويجوز ما راح يوصل اصلا. لو ادري موضوع المقطع يحكي عن انه شلون نقضي على البشريه هم ما راح اشوفه، لا بهالحاله يجوز اشوفه. وهسه يلا ولي لا تعال هاك صنبوصه.